أما الربا فعقوبته وخيمة، ويكفي أن يقال إن الكبيرة التي توعد الله فاعلها بالحرب هي كبيرة الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سيحاربانكم يوم القيامة. وورد في الأثر أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة: البس درعك واحمل سيفك فإنك ستحارب. يقول: أحارب من؟ يقال: ستحارب الله ورسوله. هذا وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آكل الربا يسبح في بحر الدم، كما في الحديث: جنبنا الله إياكم الربا وكل ما يقرب إليه وكل ما يقرب إلى معصية ربنا سبحانه وتعالى.